حنا في 2025 وباقي التلميذ المغربي كيقرا على اسباب اندلاع الحرب العالميه الاولى. التعليم ديالنا باقي مقصور في الماضي، كاننا باقي عايشين في 1914. واش هادشي مقصود ولا غير صدفه؟ التعليم في المغرب خلينا نقول بصراحه ماشي وسيله باش تصنع مواطن حر، لا بالعكس هو آلة كتصنع مواطن مطيع، ما كيسولش ما كيفكرش وما كيعارضش. شوف حاليا الثانوي الارشادي كيقراو على الاغذيه والالعاب النمسا، على انواع الطلبه، على فصائل النباتات، كانك تخرج فلاح ولا شي استاذ تاع التاريخ، ولكن في الحقيقه كتخرج انسان حافظ ما فهم والو وعينيك مسدودين. بين اكبر المآسي اللي عندنا هو انه مازال كنصيفطوا وليداتنا باش يقراو باش ينجحوا. النجاح في الدراسه ماشي هو النجاح في الحياه. التعليم في المغرب مازال مبني على موريتات الاستعماريه. الهدف ديالو ماشي هو انه ينجحك ولا يحررك، الهدف ديالو هو انه يبرمجك تخدم تحت واحد المنظومه ديال النخبه. ملي كيجي التلميذ يسولك ولا ينتقدك ولا يحلم اكثر، كتولي المدرسه هو اول جهاز يقمعه، حيت خاصو يخدم ماشي يفكر. ونقول لكم كاين جوج انواع ديال التعليم، كاين التعليم ديال النخبه وكاين التعليم تاع ولاد الشعب. بالنسبه للتعليم تاع ولاد الشعب هذا معول عليه انه يخرج يخدم تحت القياده ديال النخبه، هادشي تيكون مخطط ليه في المقررات ولا سيد البروسون كيتقاتلوا مع الظروف. هذا الفيديو ماشي هجوم على المدرسه، لا بالعكس هذا نداء باش نفكروا واش فعلا غادي نبقاو نعلموا ولادنا يحفظوا بلا ما يسولوا. شاركوا ارائكم في التعليقات واش فعلا التعليم خاصو يتغير، وما تنساش ديروا متابعه واشتراك باش ديما توصل بالجديد، وبارطاجي الفيديو مع اللي كيفهمك. معكم عبد اللطيف، السلام عليكم.